اهلا اهلا اهلا. ازيك يا شيخ؟ امتحنت اسئله، يعني عايز اقول امتحنت فعلا، بس متحمس مبسوط ان انتوا معايا، متاكد انه في اسئله تانية صعبه كده شكلها. يلا بينا نبتدي اسئله. ماشي، ممكن ابدا. يلا بينا. يعني عندي سؤال دايما كده بفكر فيه، ان احنا عارفين انه الله خلق السماء وخلق الارض وكل الكائنات، بس مين بقى اللي خلق الله؟ في ناس كتير كانت مصدقه في فكره الناتشراليزم، ولغايه دلوقتي فكره الطبيعيه ديت، انه في شويه كيمستري وفيزيكس اتجمعوا مع بعض، وفي زي ماس انرجي طلعت البيج بانج. وهنجي لها بالتفصيل الحته ديت. والماس انرجي هي اللي كونت الكون اللي احنا الارض جزء منه. نفترض انه في ربنا، اوكي، نفترض بوجود ربنا، عشان في ناس مفترضه انه ما فيش ربنا، بس نفترض انه في ربنا خلق الكون ده، كويس. فالكون ده اتخلق علشان كان في حد اوجده، ففرض انه في ربنا، فربنا ده اوجد الكون. فاحنا بنسال السؤال، طيب لو الكون ده ربنا اللي اوجده او خلقه، يبقى مين خلق ربنا اللي خلق الكون ده؟ ومين خلق ربنا ده اللي خلق ربنا ده اللي خلق الكون ده؟ ونفضل احنا في لفه لغايه ما نوصل مين اول ربنا اللي اتخلق عشان يخلق ربنا اللي خلق. مفيش حاجه اسمها كده. يعني الاجابه بتاع السؤال ده ان السؤال اصلا غلط. السؤال بيديفيت اتسلف، يعني السؤال ملوش معنى، السؤال غلط، وبالتالي اجابته مش موجوده، لانه السؤال اصلا غلط. لانه الفرضيه موجوده بتفترض ان ربنا اتخلق. هو ربنا ما اتخلقش. وعلى فكره من ايام اليونانيين، لما تقرا التاريخ كويس، مثلا سنه 300 قبل الميلاد و400 قبل الميلاد، الفلاسفه اليونانيين، وحتى من 1500 نفس الكلام بالظبط. الناس فكرت وجابت حاجتين وكتبوها في كتب تاريخ، حتى وكتب كانت موجوده ساعتها في الوقت ده واتأرخت، انه كان الناس بتدور على الحاجات اللي came to be، الحاجات اللي كانت هتتخلق او اتخلقت، والحاجات اللي كانت موجوده. وكان في فرق بين الاثنين، هم يحاولوا يفرقوا بين الحاجات اللي كانت موجوده والحاجات اللي اتخلقت. في المفهوم المسيحي ربنا ما اتخلقش، الكون اتخلق، ربنا ما اتخلقش، ربنا كان موجود. يعني بصوا الايات دي بتوضح القصه دي. اجان ده في المفهوم المسيحي. في كولوسي 1 عدد 15 ل 18 يشرح اللي انا بقوله ده بشكل افضل بكتير. الذي هو صوره الله غير المنظور، بيتكلم عن المسيح، صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل. هو فيه خلق الكل، ما في السماوات، ما على الأرض، ما يرى، ما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به بربنا وله لربنا قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداية بكر من الأموات لكن يكون هو متقدما في كل شيء. فربنا بنقول ما اتخلقش، ربنا كان موجود، اللي أوجد هذا الوجود، وربنا كان موجود من خلاله به وله اتخلق كل ما هو موجود في الخليقة. اعتقد احنا بنسال السؤال بتاع مين خلق ربنا ده علشان احنا مش متخيلين كان ايه اللي بيحصل يعني ساعتها. يعني زمان، يعني قبل ما يبقى في ادم وحواء، احنا مش متخيلين العالم كان عامل ما كناش موجودين، ما شفناش، والموضوع صعب على دماغنا ان احنا نعرف انه في بره الزمن بتاعنا. يعني احنا فاهمين ان هو ابتدى هنا، فالسؤال ده مش بيجي. احنا فاهمين ان ربنا ما ينفعش يبقى في ربنا خلق ربنا، بس مش فاهمين ايه اللي كان بيحصل، عشان كده السؤال ده بيجي. واحنا مش فاهمين كل حاجه بمنتهى الامانه. انا مش فاهم كل حاجه، لانه مخي المحدود بيحاول يحدد حد غير محدود. ربنا غير محدود، فانا مخي ده اتخلق له حد معين، بعرف اتصور لحته معينه. عينيا الاتنين بتشوف قدام بس ما بتشوفش ورايا. ربنا يعني الله بكل جلاله وجماله كان موجود فين وكان موجود ازاي بس احنا عارفين اتليست الحقيقه دي، انه ربنا كان موجود وهو اللي فيه اوجدت كل الخليقه اللي موجوده. فربنا ما اتخلقش، ودي النقطه الاهم، ان ربنا ما اتخلقش، ربنا كان موجود. نتخيلها ازاي؟ مش هنعرف فوق. عارفين في كورنثوس الاولى 13 في صحبه المحبه في اخر الاصحاح بيقول هنعرف كل حاجه كما عرفنا. احنا دلوقتي بنعرف بعد المعرفه، لان انا ما شفتش، انا مش عارف هو كان، بس انا عارف انه الله ما اتخلقش، الله كان موجود وفيه خلقت الخليقه اللي احنا بنستمتع بيها الموجودين فيها النهارده. وده في كولوسي 1 وموجود ايات تانية كتير. الله كان موجود. مش عايز ازود حاجه كمان على الفكره دي. الناس اعتقد بتفكر فيها، وانا كنت افكر فيها في وقت، لو قلنا انه يعني ربنا كان موجود من الاول خالص وقبل ما الكون يبتدي وكده، طب هو كان بيعمل ايه في الوقت ده لما ما كانش فيه بشر وما كانش فيه اي حاجه وما كانش فيه خليقه؟ هو اصلا كان بيعمل ايه؟
السؤال ده هنجيله بعد شويه والاجابه، بس الاجابه المختصره، في ناس بتقول انه ربنا ومن المؤمنين ربنا كان زهقان فخلق البشر عشان يكستند او يعني يمد الحب بتاعه ده لناس تانية، لانه كان قاعد مش عارف بيعمل ايه، فقال نخلق شويه ناس. مفيش حاجه اسمها كده، يعني الكلام ده مش موجود خالص في الكتاب المقدس. لان لما تيجي تذاكر الوهيه المسيح تعرف انه الاقانيم الثلاثه، الاب والابن والروح القدس، كان بينهم من بعض في فيلوشيب، في تميز بين كل اقنوم والتاني. وهنقرا الايات كمان شويه في سؤال تاني لقيته منكم. هو كامل لانه الله صفاته، دايما بنقول صفات الله مطلقه، فهو ما فيش حاجه ناقصه عنده عشان يديها لحد، لانه والا هيبقى ناقص، وربنا مش ناقص. فالفيلوشيب دي كانت موجوده اوريدي بين الاقانيم الثلاثه. الله اللي هو واحد، وهنشرح الفكره دي كمان شويه. الاب والابن والروح القدس كان بينهم علاقه. فيلوشيب دي يعني علاقه. اوكي. علاقه. كان في علاقه بين الثلاثه، وبنشوفها واضحه جدا في بعض الايات لان نقراها كمان شويه. في تميز. فكان بيعمل ايه؟ كان في شركه، او دي الكلمه الادق، كان في الشركه ما بين الاقانيم بعضها وبعض. فما كانش زهقان وخلق شويه ناس عشان يمد الحب بتاعه، او هو كان في شركه ما بين الاقانيم الثلاثه. ماشي، لو هكمل بقى على نفس التسلسل الفكري ده، فدلوقتي لو انا بتكلم مع حد ملحد او بيؤمن ان الله مش موجود، فالمفروض ابقى ازاي بشاركه ان في اله، في نفس الوقت ما بقاش باجي على فكرته او معتقداته او ابقى بنتهجها بشكل او باخر. في 9 محاور اساسيه بنثبت بيها ان ربنا كان موجود وموجود وما زال موجود، وانه فكره التطور الطبيعي زي اللي كنا بنتكلم عليه داروين، بنثبت كتابيا وحتى غير كتابيا ان ربنا موجود. من ال9 دول انا عايز اركز على 3. اوكي، لو حتى اي حد ملحد بيسمع او يتفرج على الحلقه دي، فكر في ال3 حاجات دول، لان الملحد يؤمن ان ربنا مش موجود، مفيش ربنا. كويس. 3 حاجات اساسيه. 1، اليونيفيرس، العالم اللي احنا موجودين فيه. واللي انا هقوله يمكن يبان صعب شويه، بس هو سهل قوي على فكره، يعني فكر فيه. كويس. احنا بنقول انه في حاجات ليها امكانيه الوجود. يعني ايه امكانيه الوجود؟ يعني كان ممكن تبقى موجوده وكان ممكن ما تبقاش موجوده. التفاحه دي كان ممكن تبقى موجوده وكان ممكن ما كانش تبقى موجوده، بس عشان هي موجوده ده معناه انه هي وجدت في هذا المكان، لانه حد جابها وحطها في البليت الجميل ده وحطها على الترابيزه قدامنا، فبقت موجوده، عشان كده احنا شايفينها. فليها امكانيه الوجود. كان ممكن تبقى موجوده وكان ممكن ما تبقاش موجوده. كوبايه الكافي دي كان ممكن ما تبقاش موجوده، بس هي موجوده عشان حد عمل قهوه وحطها في كوبايه وحطها قدام ترنيج، صح كده؟ ففي حاجات كان ليها امكانيه وجود، وفي حاجات بنقولها واجبه الوجود، لازم كانت تبقى موجوده. كل ما هو ليه امكانيه الوجود كان ممكن ما يبقاش موجود، بس بما انه موجود فمعناه انه بقى موجود. فده معناه انه في حد واجب الوجود اوجد اللي كان ليه امكانيه الوجود، لانه ما كان ممكن ما يبقاش موجود، بس بما انه موجود ده معناه انه اللي واجب الوجود ده اوجده. يعني انت عايز تقول انه احنا امكانيه وجودنا ممكن نبقى موجودين او ممكن ما نبقاش موجودين طبعا، فلازم يبقى في حد اوجدنا هو اللي يخلقنا او يبقى خلينا موجودين. فكروا فيها بالحساب، سهل شويه الفكره دي. الحساب في الماث x created y، ده معناه ان y عشان تتوجد كان لازم يبقى لها x موجوده قبل y عشان توجد y، صح كده؟ في الحساب ده ماث. لكن لما تيجي تقولي x created x، مفيش حاجه اسمها كده في الحساب. مفيش حاجه تخلق من نفسها، حتى الماده لا تخلق من عدم، ما ينفعش تعمل من نفسها. فالكون اللي احنا فيه ده ما ينفعش يتعمل من نفسه. انا لما ببني بيوت، لما بيجي لي الديزاين لازم يجي لي ديزاين على ورقه عشان ابني البيت. ما اقدرش ابني بيت من غير ديزاين. يعني اي ديزاين لازم له ديزاينر، احنا اتعلمنا كده حتى في الكليه. اي حاجه عشان تبقى موجوده لازم لها حد اوجدها. بس هنا بيقول لك انه حاجات تفاعلت مع بعض، ما هي دي الثيوري بتاعت انه او النظريه بتاعت انه في حاجات تفاعلت مع بعض فعملت حاجه. فالتفاحه دي تفاعل اتومز معينه مع اتومز معينه فعملت التفاحه. هنيجي لها في النقطه الثانيه، بس عايز تقنعيني الدي ان ايه، الكود بتاع الدي ان ايه كام بليون لتر عشان يتكون دي ان ايه بتاع شخص واحد؟ اتكون كده، اتعمل كده، مش ممكن. في يعني انت محتاج تاخد وقت طويل أو عشان تقنعني انه الدي ان ايه ده
بس دي يعني انا بتكلم على حته صغيره. لما اجي حتى النقطه الثانيه اكتر بكتير. ما فيش حاجه اسمها اتخلقت من نفسها، لانه معقده جدا انها تتعمل. لما تقرا نظريه داروين في حاجه غلط، ما تاخدش في المخ. لو انا بفكر بشكل منطقي لازم ده يكون حد عمله عشان يتوجد. بص حتى على ابسط حاجه، يعني السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه في المزامير. اصحى الساعه مثلا 5:30 الصبح او 6 الصبح، بص على السماء unbelievable. يعني خد ثانيه بس اتفرج على شكل السماء، اطلع البحر الاحمر واتفرج، شوف النجوم بالليل. مش ممكن، يعني مش ممكن تكون طلعت من نفسها، لازم حد اوجدها. اجان باك رجوعا للنقطه بتاعت الحساب. عشان يبقى في واي لازم كان يبقى في اكس عشان يتولد واي. مش ممكن ابدا يكون في واي من غير ما كان يكون في اكس. النقطه الثانيه اللي تثبت القصه دي ليها علاقه شويه بالنقطه الاولانيه، الفاين تيونينج. الفاين تيونينج بتاع اليونيفيرس ده، انت النهارده بص مثلا على، لو خدت بس كره الارض، اوكي، الكره الارضيه دي بتلف بسرعات خرافيه من غير ما نخش في الارقام. اوكي، بتلف بسرعات رهيبه، بتلف 3 لفات، بتلف حوالين نفسها، بتلف حوالين الشمس، وبتلف في خط مستقيم، وكل واحده منهم بلفات خرافيه، عليها ميه وعليها انهار وعليها مراكب وفيها طيارات وفيها ناس بني ادمين عايشه وفيها حيوانات وفيها بيوت. احنا نفسنا قاعدين دلوقتي في حته جزء من الارض. اقنعيني ازاي ده ماشي بسرعات معينه، الالكترومagnetism والجرافيتي والحاجات دي. انا لما قعدت اذاكر الكلام ده انا نفسي مش مدرك كل الحاجات. مش ممكن. انت حتى في البارتس بتاعت اي مكنه مثلا ليه عمر افتراضي، بتبوظ مهما كان صنعها، يعني الكواليتي بتاعتها رهيبه والجوده بتاعتها ما حصلتش، بتغيري البارت. الكره الارضيه بتلف بقالها قد ايه؟ مش ممكن. مسافتها بينها وبين القمر 238,000 ميل طول الوقت، لا تقل ولا تزيد، مع ان القمر بيلف حوالين برضه الارض. بس الفكره ما تقنعنيش، يعني ما تقنعنيش انه ما فيش ديزاينر او حد كان خالق عرف يكون الخليقه دي. ده انت بتتكلم بس على الكره الارضيه، اطلع بره بقى الكون وشوف بقى الاتومز بقى. انا لما كنت بذاكر الكلام ده، واو، الالكترونات والبروتين، حاجه فوق الخيال. فده لازم له ديزاينر. انا لما بقول الايه دي مزمور 19 عدد 1، السماوات تحدث بمجد الله، هي كده. 3 اللي يقول لي انه في ربنا خالق كان موجود واوجد هذا. الناس، مش بس الناس، اللي بنسميه المورال لا، القانون الاخلاقي. انتوا عارفين في الضمير اللي جوانا يعني. يس، بس في فرق بين اثنين. في القوانين الطبيعيه اللي هي الناتشرال لاز والمورال لاز. القوانين الطبيعيه قوانين وصفيه توصف الغلط. فرق مهم جدا. القوانين الطبيعيه بتوصف الغلط. القوانين الاخلاقيه قوانين توجيهيه، بمعنى على مدار التاريخ اللي بيقتل ده هو عارف انه بيعمل حاجه غلط. اخلاقيا من غير ما ربنا حتى يقول حاجه، اخلاقيا لما بيكذب هو عارف انه بيعمل حاجه غلط. ده قانون توجيهي بيقول لي ما تكذبش. جبت منين الحته دي؟ فده اللي بنسميه انه لازم يبقى كان في حد ترانسندنت، حد فوق المستوى بتاع الاماكن، لانه ده لازم يبقى حد خارج نطاق الزمن، خارج نطاق المكان. ثقافات وكالتشرز على مدار التاريخ في الجنس البشري كله آلاف السنين. احنا لما بنروح مثلا عندنا في كندا خلفيات وجنسيات مختلفة عايشة مع بعض، فده حد كان موجود على مدار التاريخ بكل الثقافات والجنسيات المختلفة عشان يحط القانون الأخلاقي ده في كل بني آدم. اتوجد منين ده؟ يعني انت حتى الطفل الصغير البيبي لما بيتولد لما بيعمل حاجة غلط هو حاسس انه بيعمل حاجة غلط، مع ان هو الغريزة بتاعته لا انا عايز دلوقتي، بس هو في حاجة. لما بسرق انا مش بسرق وانا مقتنع ان بعمل حاجة صح، بغض النظر انت مسيحي او من ديانه مختلفه او انت بتعمل حاجه انت عارف انك بتعمل حاجه غلط. فده بنسميه المورال لا. يقولها مثلا في كتاب في حته تانية مش بنفس المعنى قوي بس جزء منه، جعل الابديه في قلوبهم. ربنا حط حته جوايا من فجر التاريخ يعني من بدايه البشريه. فده بيقول لي لا في حد، والانسان ده الاصل بتاعه والخليقه بتاعته جايه من عند ربنا. ده فكره بشريه، ده فكره الهيه، قانون صناعه الهيه. ربنا خلق الانسان على صورته كشبهه، فهو اللي حط الحته دي. فبنقول الكون اللي موجود، الفاين تيونينج بتاع الكون ده، القانون الاخلاقي بيقول لي لازم يبقى فيه
حد فوق هذا الكون خلق الكون ده، كان موجود من الاصل ما اتخلقش. واضحه؟ طب خليني اخد من النقطه دي بقى سؤال مهم جدا. انت بتقول ان العلم بيثبت انه الله موجود، الساينس بتاع الكون، الكواكب، الارض، كل الحاجات دي، بس برضو العلم بيقول انه الكره الارضيه عمرها ملايين السنين ويمكن بليار سنه كمان. لكن الكتاب المقدس الزمن فيه المحسوب من اول ادم لغايه دلوقتي اقل بكتير، يعني تقريبا 6000 او في حدود الالاف، 6000 سنه. فهل الكتاب عكس العلم؟ هل العلم صح؟ هل الكتاب صح؟ اوكي، اول حته مش عارف انتوا عارفينها لفين. اوكي، في تكوين 1 عدد 1 اول ايه في الكتاب المقدس، ايه الايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض. ده عدد 1 صح؟ اوكي، بعدين يكمل عدد 2 وبعدين يجي في عدد 3. من اول عدد 3 يقول وقال الله، وكل ما كان يقول قال الله الحاجه تتعمل، يبقى في نور، قال الله يبقى في سماء، قال الله يبقى في، وهكذا. كويس؟ وكل ما كان ربنا يقول قال الله يبقى في خليقه. هفاجئه يعني بحته كده مش عارف تتوقعوه ولا لا. في عدد 1 اللي بيذاكر كويس، لو انت سكولر يعني بيذاكر كويس، الفعل او الحاله بتاعت الفعل، الزمن بتاعه. ايوه. في عدد 1 في الماضي. في عدد 3 من قال الله برضو فين؟ في الماضي، صح كده؟ يعني قصدك في البدء خلق الله، فخلق ده فعل ماضي. ده فعل ماضي. اوكي، الحال بتاعه ماضي. من عدد 3 و4 وهكذا برضو ماضي. بس في عدد 1 في العبري لما اتكتب عدد 1 الاصل بتاعها infinite past tense، التانيين past tense. الفعل الماضي في عدد 3 ده فعل ماضي، الفعل في عدد 1 الفعل الماضي infinite، ملوش بداية ليه. ولو بتذاكر عبري ارجع يعني راجع ورايا وذاكر، هتلاقي ان من عدد 1 خلق الله في البدء السماوات والارض، ده فعل ماضي infinite، ملوش نهايه، ملوش بداية، ازل، ملوش بداية، ملوش بداية. هل عشان كده كان بيقول انه وكانت الارض خاربه وخاليه؟ بالظبط. فكان في حاجه كويسه وبعد كده ما بقتش كويسه وبعد كده. اوكي، الكتاب ما بيوضحش قوي الحته دي، بس الفكره من اللي انا بقوله دلوقتي ده بيقول حاجه واحده صريحه. امتى ابتدت الارض؟ ما نعرفش. الكتاب المقدس ما قالش امتى ابتدت الارض. اللي احنا عارفينه متاكدين منه انه ابتدت قبل بدايه الخلق، لانه الخلق ودي مفاجاه ما ابتداش في عدد 1، الخلق ابتدى في عدد 3. الخلق اللي هي الحاجات اللي قالها ورصها دي ابتدت في عدد 3. في عدد 1 خلق السماوات والارض في وقت قبل لما يبتدي في خلق 3، ممكن كان يكون 24 ساعه، ممكن يكون 5 ايام، ممكن يكون بليون سنه. ما قالش الكتاب، ما وضحش امتى السماوات والارض دي اتخلقت. اللي انا عارفه من الكتاب المقدس انها اتخلقت قبل، في وقت بعيد او ممكن يبقى قريب، بس ما قاليش امتى مدتها او زمانها من السماوات والارض دي لابتداء الحاجات اللي قالها من عدد 3. حاجه تانية مهمه انه في اليوم في العبري مش 24 ساعه، يعني في اليوم الاول خلق مش عارف ايه، وفي اليوم الثاني خلق ايه، وفي اليوم الثالث خلق ايه. ده مش 24 ساعه زي ما احنا بنستخدم اليوم. ساعتها اليوم في العبري بالذات في القرينه دي بيفرق ما بين صباح ومساء، فممكن الحاجه اللي خلقها في خلال 12 ساعه. يعني زي فكره المسيح مثلا، عندنا ديبيت كبير قوي، مجادله المسيح هو قام في اليوم الثالث ولا هم 3 ايام؟ لان مش ممكن 3 ايام يبقوا 3 ليالي. عندنا في بعض النصوص 3 ايام و3 ليالي. طب ازاي هم 3 ايام و3 ليالي؟ 3 ليالي المفروض يبقى 4 ايام، صح كده؟ لما بنيجي نحجز اي اوتيل مثلا 3 ليالي دول 4 ايام. ازاي 3 ايام؟ ازاي قام في اليوم الثالث؟ لانه اليوم مختلف، اليوم مش 24 ساعه. يعني حتى معظم العلماء اللاهوت في وقت المسيح الجمعه بالليل، السبت، الحد. الجمعه بالليل والسبت والحد دول ممكن هم دول ال3 ليالي اللي بيتكلم عليهم، لانه الليله مش 24 ساعه. فنفس الفكره في تكوين 1 ما قالناش الكتاب. وانا يعني مش عارف ليه ده شاغل ناس كتير قوي. هو امتى ابتدى؟ هو ابتدت وقت ما ابتدى. علشان في اللي هي الفوسيلز لقوها في الارض، مثلا الديناصورات والحاجات دي عمرها اكتر بكتير من بدايه الخلق. لو انت بتقول انه الكون اتخلق في العدد الثالث اللي هو الماضي العادي، طب قبل يعني ده معناه الديناصورات اتخلقت قبل ما ربنا يبتدي يخلق؟ في ناس بتقول ان الديناصورات كانت موجوده 233 الف سنه قبل
اوكي. السي ام بي اللي هو مثلا كل العلم اللي طالع اللي هو البيج بانج اللي كنت بتتكلمي عليه، والافيدنس بتاعه سي ام بي كوزميك مايكرويف باك جراوند، والراديشن اللي طلع من السي ام بي، وانه قارنوا اول ضوء نقدر نشوفه للنجوم 380 سنه من البيج بانج، فرجعوا بالتاريخ وتقريبا توصلوا انه ده اول ضوء، فده بقى لنا في الخليقه 380. دي حاجات كويسه قوي، بس 380 الف سنه انا اسف. ف ماشي، العلم كويس قوي وبيوريني حاجات وما عرفناش كل الحاجات، بس ما قالناش الكتاب المقدس امتى بالظبط كان موجود الانسان. بس احنا كده مش ممكن نكون كأننا بنطوع الكتاب المقدس عشان نبقى مع العلم، فاهم؟ يعني احنا الناس تيجي تقول الكتاب المقدس بتاعكم ده غلط، فاحنا نقول لهم لا سوري، اصل اليوم ده ما كانش يوم 24 ساعه، فاهم؟ يعني تحس ان احنا بنلعب بالالفاظ. وهو ده اللي الناس بتقوله يا جماعه انتوا العلم ضد المسيحيه والمسيحيه ضد العلم. بالعكس، احنا مش ضد العلم خالص. لما العلم بيثبت حاجه، يعني مثلا افاجئكم بحاجه ثانيه، مثلا احنا عندنا في الكتاب المقدس بيقول انه الكره الارضيه فلات، او بمعنى اصح ثبت الكره ليها اساسات. احنا عارفين ان الكره الارضيه ملهاش اساسات. الكره الارضيه في الهواء ملهاش اساسات. ده ميتافوريك يعني او ميتافور، ده حاجه رمزيه بتقول انه الله الاستابيليتي، ما بيتكلمش على الرجلين بتاعتها، بيتكلم انه الله حافظها في ثبات، في استابيليتي ليها. ما قالناش بوضوح الانسان كان موجود، في ناس بتقول 6000 سنه، بقى له 6000 سنه ممكن، بس انا ليه شاغل بالي بحاجه ما قالهاش صراحه جوه الكتاب المقدس؟ لو العلم ورهاني بشكل مختلف اوكي. يعني احنا زمان خالص احنا ما كناش موجودين. الفكره بتاعت الناس اللي مقتنعه انه الارض، وكانوا مقتنعين انه لما الناس بتسافر بمراكب في وقت معين وهم في البحر في نقطه معينه هيقعوا فيه او هيخبطوا، لغايه ما غيرنا الفكره دي خالص، لانه العلم اثبت يا جماعه الكره مش سطحيه، الكره كرويه، الكره الارضيه وبتلف. زمان كانوا مقتنعين ان الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض. العلم اثبت انه الكره الارضيه والكواكب هي اللي بتلف حوالين الشمس. فالعلم، احنا مش ضد العلم خالص، بالعكس العلم بيخليني انبهر اكتر ازاي الخالق ده عمل المسافات دي وعمل القوانين دي يحافظ بيها على الخليقه دي. بس لو في حاجات لسه ما اتعرفتش 100% والكتاب ما قالهاش، احنا مش عكس الكتاب. الفكره الثانيه مثلا زي بتاعت God of Gaps، يعني اللي بيحصل ايه؟ كل ما حد مثلا حاجه احنا مش لاقيين لها تفسير في العلم، فيقول لك ده ربنا، وبعدين لما يلاقي لها تفسير في العلم فبيسيبوا ربنا وبيكتشفوا الحاجه اللي اكتشفوها فيسموها اسم، ده اسمه God of Gaps. يعني لما بلاقيش تفسير علمي بسميه ربنا، ولما الاقي لها في العلم اللي احنا مش معترضين عليه، بالعكس حاجه كويسه، ربنا خلق لنا حتى البرين ده والمايند ده عشان نفكر، كل العلم ده، بس ربنا الاصل، ربنا اللي موجود. وعلى فكره نيوتن مثلا في قانون الجاذبيه، لما تقروا الكتاب بتاعه لما اتكلم على قانون الجاذبيه ما قالش انا عرفت قانون الجاذبيه وهو ده الاصل وهو ده، بالعكس قال انه ده بيقول لنا انه في خالق وده عالم، وفي علماء تانية كتير. فاحنا مش ضد العلم او المسيحيه مش ضد العلم، بس لو الكتاب ما قالش السماء والارض ابتدت امتى او عمر الانسان او الديناصورات جت امتى، ممكن يعني نفكر يعني نشوف مع بعض. يعني كأنك بتقول انه الكتاب المقدس مش كتاب ناخد منه علم، الكتاب المقدس مش كتاب علم، هو كتاب يعني ربنا ما قررش ان هو يحط فيه العلم، لكن العلم بيساعدنا نفهمه اكتر. لما بقرا في سفر اللاويين مش بقرا عن الجاذبيه، يعني الكتاب المقدس مش كتاب علمي. أيوه. كتاب بيحكي فيه تاريخ الله مع الانسان من العهد القديم للعهد الجديد وقصه البشريه والفداء، لكن في ايات ليها علاقه بالكون والجمال بتاعه وربنا الخالق ده، لكن مش بيقول لي كل حاجه في العلم. فاحنا محتاجين العلم، بس لما ما يبقاش عندي المعلومه جوه كتاب مقدس انا هتمسك بكتاب مقدس، ولو العلم قال لي حاجه مختلفه اوكي اسمعها واذاكرها، بس مش هبقى واقف عندها واقول هو الانسان ابتدى من 6000 سنه، ابتدى من 5000 سنه، ابتدى وقت ما ابتدى، بس انا عارف انه ابتدى السماء والارض في وقت اكيد قبل ما يبتدي اليوم الاولاني بتاعه. واضحه؟ اعتقد اللي بيبقى يعني عنده مشكله في الحته دي على الكلام اللي انت قلته كمان، بيبقى باصص للكتاب المقدس فعلا بنظره علميه، وده مش اللي المفروض نقرا الكتاب المقدس بيه خالص. ده كتاب روحي، ده كتاب بيحكي لي عن ربنا ازاي بيحبني وتاريخ القصه كلها مع البشريه ومع الانسان من الاول للاخر. اعتقد لو غيرت النظره بتاعتي
اللي بقرا بيها الكتاب المقدس هدخل لعمق مختلف على اساس النظره دي يعني. طبعا وانا مش ضد العلم، يعني حلو ان احنا نشوف الحاجات، او المسيحيه مش ضد العلم، مش انا كشادي يعني. المسيحيه بالعكس احنا بنحب نذاكر ساينس. انا بنتي نفسها تخش كليه علوم، نفسها تذاكر ساينس، حلو قوي. والساينس ساعدنا في حاجات كتير جدا. يعني ايلون ماسك ده بص الحاجات كلها اللي عملها علميه، والفضاء اللي بيطلع فيه يعني حلو قوي. وبنفهم ربنا اكتر من الساينس، بيبان ايه الجمال ده. فانا بس لو حاجه ما اتقالتش جوه الكتاب خلاص هفهمها فوق، اعرفها فوق. احنا مش سهل بس نستسلم للفكره دي. ايوه انا عارف. في حاجه اتقالت بقى في الكتاب، ايوه، انه الله بقى انسان. انا عايزه افهم ازاي احنا بنقول انه الله اتولد واتجسد ومات ويعني بقى حد زيه زينا، يعني ازاي الله يعني اللي خلق بقى كل ده اللي خلق كل ده قرر يجي فيه. اوكي احنا مش فاهمين قوي الحته دي، اوكي، ومش هنفهم قوي الحته دي لان هي يعني صعبه. فلما تيجي تفكر في مثلا في الايه ديت في كولوسي 1 عدد 19، لانه فيه سر ان يحل كل الملء. يعني ايه؟ في المسيح سر ان يحل كل الملء، يعني ايه؟ فهو بالمنطق البشري ربنا ده انسان. صعبه. اللي انا مش قادر افهمه قوي ينفع افهمه بطريقه مختلفه، حتى لو مش عارف افهم ابعاد الموضوع ده كله، بس ينفع اقول ان ربنا الانسان بالنسبه له يعني توب ناتش، بمعناه من الاخر مهم جدا. لانه في تكوين واحد عدد 26 و27 خلق الله الانسان على صورته. من كل الخليقه اللي عملها الانسان هو الكائن الوحيد اللي اتخلق على صورته، رجاله وستات، ذكرا وانثى. ولما الخليقه فسدت والانسان بسبب الخطيه بعد عن ربنا وفسد، من كتر حب ربنا للانسان اللي صنعه وعمله على شبهه جه في صوره انسان. وهنتكلم عن الحته دي في وقت تاني. بس الله تجسد لدرجه حبه للانسان انه يصير انسان بلا خطيه، عشان بما بنقول ريديم باك، عشان يفدي مره تانية البشريه اللي بعدت عنه وبوظت الدنيا. من تكوين واحد ما بين العهد القديم والعهد الجديد انه الله حب الانسان في الاول، ولما الانسان بوظ الدنيا بسبب حبه رجعه مره تانية وكان لازم يصير انسان. ففي يعني سورة ان يحل كل ملء دي، الله عنده طبيعه الهيه 100%، والله عنده طبيعه بشريه 100%. في ناس في زمان مثلا فلاسفه اليونانيين كانوا بيحكوا انه ممكن ربنا ده يبقى زي زوس مثلا، يعني ياخد دبل ايدنتيتي. مفيش حاجه اسمها كده. الكتاب المقدس بيقول بوضوح انه الله تجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هو 100% عنده طبيعه الهيه و100% عنده طبيعه انسانيه. وعلى فكره في فيليبي 2 مثلا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع ايضا، الذي لم يحسب خلسة ان يكون معادنا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس واطاع حتى الموت، موت الصليب. الايه دي حتى في ده احنا دايما بنقول حتى في ايماننا المسيحي لاهوته لم يفارق ناسوته. هنا اخلى نفسه مش معناه انه تخلى عن الوهيته. المعنى بتاعها في اليوناني تخلى عن استخدام او حق استخدام الوهيته لصالح نفسه، الامتيازات يعني امتيازاته عشان ينفع نفسه. يعني هو مثلا على الصليب لما قالوا له انزل كان ممكن ينزل، او الالام اللي مر بيها، هو ما استخدمش اي بنفيت كاله لانه يقدر لمنفعه نفسه ويستخدمه لمنفعه ناس تانية او ناس من الموت. ده محتاج الوهيه. الراجل ما كانش بيمشي وقومه، الست اللي ما كانتش بتشوفه خلاها تشوف، دي بيستخدم ألوهيته لمنفعة ناس تانية. فلاهوته لم يفارق ناسوته. واضحة. بس هصعب بقى السؤال شوية وهزود بقى الأقنوم الثالث اللي هو روح القدس. فدلوقتي بما إن أصلا موضوع الثلاث أقانيم ده صعب نفهمه كله إحنا كمسيحيين مؤمنين، ف ازاي اشرح الموضوع ده لحد، او انت يعني ازاي 3 أقانيم مع بعض وهو الثلاثه كلهم في واحد؟ هل ينفع يعني هو الثلاثه في واحد وهو 100% في كل حاجه، ولا وازاي ده ازاي اصلا؟ يعني حاسس انه الموضوع ده صعب عليا انا كمسيحي مؤمن افهمه كله. أوكي. فازاي برضو ابقى وانا بتكلم مع حد
اقول له انه لا، الاله ده هو اله واحد بس عنده 3 اقانيم، الاب والابن والروح القدس. اوكي، ده سؤال مهم جدا. اوكي، لازم نتفق على شويه حاجات في الاول هتسهل لنا وتبسط لنا الاجابه بتاعت السؤال ده. والاجابه بتاعت السؤال ده جميله قوي. لازم نتفق انه كلمه 3 دي مش موجوده في الكتاب المقدس. مفيش ثالوث، ما عندناش حاجه اسمها الثالوث. الكلمه دي ما جاتش في الكتاب المقدس، حتى في المانيسكريبتس، في المخطوطات، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد عندنا حاجه اسمها الثالوث. الكلمه دي الكنيسه استخدمتها عشان تبسط او تقرب الفكره، لكن الاصل بتاعها في العهد القديم وهنقرا الايات، وفي العهد الجديد الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، هم كده. فانا عايز استخدم نفس الكلمات. فمهما احنا حاولنا نوصف، اللغه بتاعتنا تعجز عن الوصف الكامل للاب والابن والروح القدس. اكتر حاجه علماء اللاهوت اتفقوا عليها تقرب، مع ان هي حتى برضو مش دقيقه 100%، بس بتقرب الفكره. حاجه في الحساب اسمها الملا نهايه، الانفينيتي. عارفين الملا نهايه في الحساب صح؟ اوكي، خدوها معايا واحده واحده كده. الملا نهايه دي في الحساب في الماء هي واحده ولا عندنا 5 منها؟ 6 ملا نهايه، 20 ملا نهايه. هي في الحساب هي واحده بس، صح كده؟ ده مش مقتنعين يتخانقوا معايا. لا هي واحده في الحساب عندنا، زي رقم 1 هو رقم 1 عندنا، ما عندناش 5 منه. أيوة. صح كده؟ فالملا نهايه هي واحده. كويس، فهي واحده ملا نهايه. الملا نهايه دي الوحده دي مبسطه ولا مركبه؟ يعني فيها ارقام كتير، ولا الملا نهايه دي هي 5، هي 7 ملا نهايه، هي مش رقم، هي فيها كل الارقام. هي الملا نهايه دي فيها 1 و2 و20 وكل الارقام، فهي وحده مركبه ينفع تتقسم. يعني اقسم الملا نهايه دي على اي رقم، على 3 تديك ايه؟ ملا نهايه على 35 على 1,025,000 هي ملا نهايه. الملا نهايه تضربها في اي حاجه تديك ملا نهايه. الملا نهايه تتقسم على اي حاجه ملا نهايه. الملا نهايه هي واحده مركبه غير قابله للانفصال. هو كده بالظبط. الاب والابن والروح القدس واحد مركب، مع انه واحد وغير قابل للانفصال. عايز اقول شويه ايات. بس ممكن اسال يعني مركب؟ مركب يعني في تميز. يعني الاب والابن والروح القدس جامع، يعني مش وحده بسيطه. احنا عندنا حاجه اسمها وحده بسيطه ووحده مركبه. دي وحده مركبه وده في الحساب. احنا الله واحد، يعني واحد وفي هو كده، هو كده. الاب والابن والروح القدس واحد لانه وحده مركبه، زي فكره الانفينيتي. صعب ان تخش احنا واحد بالنسبه لنا واحد. الكوبايه دي كوبايه واحده، هي واحده، مش ممكن يبقى منها 3. بس هو الاب والابن والروح القدس واحد، في تميز بين كل واحد والتاني كأقنوم، بس هو واحد. دايما حاول تفكرها بالملانية. وعلى فكره ده موجود من، يعني اراكم شويه ايات كتير من العهد القديم والعهد الجديد. احنا بنشوف الاب والابن والروح القدس من العهد القديم. يعني ما تفاجئناش انه ايه ده طلع انه 3 لما المسيح جه اتكلمنا انه قال لنا هم 3. مره ثانيه انا مش عايز استخدم رقم 3، بس انا عايز اوريك الاب والابن والروح القدس من العهد القديم. اوكي، من البدايه خالص كده. فكره انه الله كان زهقان فخلق ناس عشان يشترك معاهم في علاقه، ما فيش حاجه اسمها كده. هو كان مطلق في البدء خالص، كان في شراكه في ال3. في تكوين 1 مثلا، عدد 1، في البدء خلق الله السماوات والارض. انتوا عارفين انه العبري خلق الله، خلق ده فعل مفرد صح؟ ده فعل مفرد. خلق الله في العبري في تكوين 1:1 الوهيم، ده جمع. مفروض لو احنا بنقرا خلقنا احنا الوهيم، ما بيقولش كده، هو خلق الوهيم. الوهيم الاب والابن والروح القدس، وخلق ده فعل مفرد، والوهيم جمع مفرد، لانه الاب والابن والروح القدس احنا كتير، احنا واحد، عندنا تميز كأقانيم. تقرا مثلا في تكوين 1:26 وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، اهو كتير اهو. او في ناس تقول لك لا ده للتعظيم، يعني احنا ما عندناش نون تعظيم في اللغه العربيه او في العبري، سوري، ما كانش في حاجه اسمها نون تعظيم. يعني حضارتنا وسياداتنا ده في التركي وفي العربي. في اللغه العبريه ما فيش حاجه اسمها نون تعظيم. ده من اول خالص في تكوين 1 جمع كشبهنا على صورتنا. الاب والابن والروح القدس بنشوفهم في الخليقه من البدايه. تيجي مثلا تبص على متى 3 المعموديه بتاعت المسيح، في متى 3 عدد 16 و17. فلما اعتمد يسوع اهو
الابن صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله روح القدس نازلا مثل حمامة وآتيا عليه صوت من السماوات قائلا الآب هذا ابني هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس. تيجي في متى 17 عدد 5 في جبل التجلي تلاقي تقول وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحاب قائلا الآب بيتكلم عن الابن هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. مرقس 14 عدد 61 و62 يقول كده أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك في الترجمات الثانية ابن الله فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان. أنا بسألك على ابن الله وأنت بتجاوبني على ابن الإنسان الآب والابن. أشعياء 48 16 من أعظم الآيات اللي يعني بحبها جدا في الموضوع ده بتجاوب الفكرة دي. أشعياء في العهد القديم في العهد القديم 700 قبل الميلاد أو تقدموا إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك كما المسيح منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني. الله الآب أرسل الابن وروحه الآب والابن والروح القدس. أفسس 2 عدد 18 لأن بالمسيح لنا كلينا قدوما في روح واحد روح القدس إلى الآب. فبنشوف الآب والابن والروح القدس فبنقول إن هم وحدة واحدة مركبة لا تقبل الانفصال. ومهمة جدا الكلمة دي prohibitive يعني مانعة وحدة جامعة مانعة يعني لا يقبل الشراكة. الله لا شريك له فنحن نؤمن في المسيحية إنه الله واحد الآب والابن والروح القدس لا شريك له. فالفكرة بتاعت الانفينيتي دي في الحساب تقرب لي شوية الفكرة دي. هو في تميز ما فيش انفصال بينهم واحد وبنشوف ده في العهد القديم والعهد الجديد الله واحد. هل ملاك الله اللي بيتجاب في العهد القديم هو اوقات بيشاور على يسوع؟ ايوه بيشاور على الله. ملاك الله كملاك ممكن يجي كملاك وفي بعض القرينات التانية جاء كأنه الله. فيسوع الابن الأقنوم الابن أو لا مش واضحة قوي لكن بيشار لي الله. عشان كده يعني انه الأقنوم التاني ما ظهرش فجأة يعني او يعني الله انت لسه بتقول انه الثلاث اقانيم كانوا موجودين من العهد القديم فهو ظهر بطرق مختلفة يمكن احنا ما كناش لسه فاهمين او الناس ما كانتش فاهمة انه ده الله بس هو ظهر بطرق مختلفة عشان يفهمنا انه هو مختلف. وده اللي بيقوله في العهد الجديد كلمنا نحن في ابنه زمان بأنواع وطرق كثيرة دلوقتي كلمنا في المسيح. احنا شفنا المسيح ولمسناه وسمعناه واتكلمنا معاه. الرسل والتلاميذ قالوا كده. فزمان كان بيتكلم بطرق زي كده. في العهد الجديد المسيح تجسد ورانا ربنا مين. احنا ما كناش عارفين ربنا احنا ما شفناهوش احنا كنا بنسمع عنه وكان ممنوع الناس تقرب. لو تفتكروا مثلا زي موسى والجبل ممنوع تقرب. الله تجسد في المسيح وشفنا ربنا في المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور وسمعناه ولمسناه. واضحة الحتة دي؟ طيب اللي انت قلته ده بالنسبة لي انا كمسيحي مؤمن مقتنع بيه ومصدق فيه بس حاسس ان هو برضو حاجة مش منطقية. فحاسس انه لو انا بكلم واحد جاي من باك جراوند مختلفة وبقول له الكلام ده هو بالنسبة له ده قصة حلوة قوي او خيال جميل جدا بس ايه اللي انت بتقوله لي ده بالظبط. يعني لو هفكر فيه منطقيا هحس انه مفيش حاجة اسمها كده. فايه ممكن ازود حته على سؤال مروان كمان يعني بستراجل شويه في الحته دي مثلا خصوصا في يوحنا 17 لما بنشوف انه يسوع هو بيكلم الاب دايركتلي وان هو كان بيقول له انه انت لو هتزيح عني لو انتشأ ان تزيح عني هذا الكأس بتاع الصليب بس انا هعمل ده عشان انت عايزه مني. فكأنه يسوع عنده دايركشن والاب عنده دايركشن بس يسوع هيطيع الاب فكأنهم حاجتين مختلفين. هي ما تخشش بالمخ لانه عايزين نتفق مره تانية ان مخي محدود. انا بحاول افكر في حد غير محدود. فكره انه 3 في 1 دي او لو يعني اجتاز لينا ان احنا نستخدم التعبير ده وده تعبير ما احبش استخدمه كتير احب استخدمه زي ما الكتاب قاله الاب والابن والروح القدس. صعب مش بس على حد مش مسيحي صعب على حد حتى المسيحي انه بس انا
عندي في الكتاب بوضوح الآب والابن والروح القدس، وفي تمييز كبير بين كل واحد والتاني، واعرف اشوف ده في العهد القديم وفي العهد الجديد، اعرف استمتع بده حتى دلوقتي وانا في العهد الجديد، لانه الله قال مثلا لما المسيح قال للتلاميذ انا همشي، لما امشي هبعت لكم الروح القدس، هذا ياخذ مما لله ويخبركم به، هيقول لكم عن. فانا جوايا الوكيل الروح القدس. شفت المسيح لما تجسد، الله الاب اتقال عنه انه سمع صوته لما كان المسيح موجود، سمع صوته لموسى على الجبل. فما اقدرش الغي الفكره وانا اختصرهم عشان انا عقلي عايز يفكر في انه يخليهم واحد، فانا اقول ان هم واحد، هم 3 اقانيم، هم الاب والابن والروح القدس واحد. ولو عندنا بعض المعرفه زي ما بيقول في كورنثوس 13 هنعرف اكتر لما نطلع فوق. مخي صعب يستوعب، بس في فرق بين انا مش مقتنع وفي فرق بين انا عرفت. في فرق حتى في الانجليش to know و to comprehend، ان انا اعرف عن حاجه وان انا استوعبها. انا مش عارف استوعبها 100%، بس انا فاهمها، حتى لو مش فاهمها بكل ابعادها بس انا عارفها. عارف في اعلان في الكتاب بيقول لي انه في الاب والابن والروح القدس، ومش مطلوب مني انه استوعب ده لغايه اخره، لاني مخي اللي ربنا اوجده محدود. انا بحاول احد حد غير محدود زي ما كنا بنقول، فصعب. بس انا اعرف استمتع بالشركه مع الاب والابن والروح القدس، عارف المسه، عارف اتكلم معاه، عارف اسمع صوته، ما اقدرش افصلهم. فكره انه المسيح ازاي صلى للاب ان تعبر عني هذه الكاس، ده لانه احنا لازم يعني نقر المسيح تجسد. احنا صعب علينا ندرك انه الله كإله تجسد، ده بيثبت انه تجسد كإنسان هيتألم. ولما المسيح صلى الصلاة دي كإنسان بيصلي، انا ما ينفعش طريقة تانية. اعبر عني هذه الكأس. الألم صعب، والألم اللي بنشوفه في الصليب أول 3 ساعات مختلف خالص عن ال3 ساعات اللي بعديهم. ال3 ساعات الأولانية دي الآلام الجسدية والنفسية اللي المسيح عدى بيها قصة، وده صعب جدا، غير الآلام التانية بتاعت 3 ساعات المسيح قال لماذا تركتني؟ دفع ثمن خطايا البشرية كلها. وهنا المسيح يعني في بعض المؤمنين كأنه أخذ نتيجة الخطية اللي هي الموت. هو ما خدش الموت، هو أخذ الخطية نفسها. يقول في أشعياء 53 وضع الرب عليه اسم جميعنا، وضع عليه إثم جميعنا. كورنثوس الثانية أصحاح 5 جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. المسيح بقى خطية، هو مش مجرد دفع ثمن الخطية على الموت. فإحنا لازم يعني ندرك يا جماعة الحق ده. الله تجسد، الله صار إنسان، وكإنسان جاع وعطش وكان بينام وكان بيتألم كإنسان، والألم اللي راحه هو أطاع حتى الموت، موت الصليب. وده طاعة المسيح، تألم فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. بس بيقول في حتة تانية، اسمعي، تعلم الطاعة، بيتكلم عن المسيح، تعلم الطاعة مما تألم به، مشيرا للي انت بتقوليه. اتعلم يطيع الآب انه يروح للصليب مما تألم به في الصليب. يعني ايه تعلم الطاعة، يعني تعلم هنا مش معناه انه تعلم، قبل، اوكي، نفذ مشيئة الآب، عكس رغبته الإنسانية كإنسان، لأن هو جاي في الأصل عشان الصليب. الشخص الوحيد اللي اتولد في العالم عشان يموت هو المسيح، اتولد عشان يموت. احنا بنتولد عشان نعيش وبعدين بنموت في الآخر. المسيح اتولد عشان يموت من الأول خالص، لما قال لمريم العذراء عمانوئيل هيخلص الشعب من خطاياهم عشان هيموت. المسيح تجسد، وكمؤمنين أو غير مؤمنين المفهوم المسيحي لازم نقبل هذا. وهو دي الفكرة، فكرة الخلاص. الله حب الشعب وحب الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. الله حب الناس، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها إذ ونحن بعد أموات مات المسيح لأجلنا. ده مفهوم الخلاص كله، إنه يا جماعة ربنا حب الناس بوظت الدنيا بسبب الخطية. من كتر حب ربنا للناس ما كانش في حل تاني. وهنتكلم عن الفكرة دي، فكرة الفداء بشكل يعني أكتر شوية لما نيجي للسؤال ده من ضمن الأسئلة اللي اتسألت.
ربنا حب الناس وبعت ابنه كإنسان، كان لازم يتجسد، كان لازم يصير إنسان، وكإنسان كان بيتألم. طب خليني ارجعك ورا حته كده صغيره. احنا عاملين نستخدم كلمه اقنوم اقنوم اقنوم، ودي كلمه مش في الكتاب. لا، دي كلمة الأصل بتاعها الجريكي اللي العهد الجديد كتب بيه بيرسونا، واحنا في الانجليش بنستخدم او في العربي بنستخدم الاقنوم. فهي ما جاتش في الكتاب المقدس، بس في المخطوطات اليونانية بالذات ده كان الترم اللي كان بيستخدمه. يعني ايه هو الترم ده بقى؟ بيرسونا ما نقدرش نقول انسان لانه مش انسان، بس شخص يعني. شخص يسوع المسيح. يمكن حتى اللفظ اللغوي عاجز انه يقول هو يعبر عنه، بس هو بيرسونا. ما عندناش في العربي كلمة دقيقة قوي تقرب، لكن هو في تميز، نقدر نقول كده. هو أقنوم، هو كائن. اوكي. الآب والابن والروح القدس. شكرا يا شادي. يعني أسئلة تمام؟ مناقشه كانت جميله. ثانك يو. اوكي. ثانك يو يا شادي.